السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين العظمة اللي احنا عاملينها دي بقى، عاملين كيكة الرواني تحفة وهشة وخفيفة وتشرفك برضو قدام ضيوفك. بكون ساعتها عازمة بقى اهل جوزي، ان شاء الله انزل لكم الفيديو بتاع العزومة. ودي كانت التحلية بتاعتنا. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، سهلة جدا ويلا بينا نبدأ مع بعض. انا عندي دلوقتي 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم كيس من الفانيليا. هتضربيهم بقى بالمضرب الكهربائي، هتضربيهم بالهاند بلندر، هتضربيهم في الخلاط، مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين كده، حطيت عليهم كوبايه واحده بس من السكر عشان خاطر في شربات، عشان خاطر ما تبقاش مسكره قوي. تضربي بقى البيض مع السكر كويس جدا لغايه ما يدي كده فوليوم عالي واللون يتحول من الاصفر للابيض، عشان خاطر تفتح الكيكه معاكي. زي ما انتوا شايفين اهو اللون ادى ابيض اهو كويس ما شاء الله. تبدأي تضربي فيه كده بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ودلوقتي هنبدأ بقى نضيف المكونات الباقية بتاعتنا اللي هي السائلة. عندي كده بالظبط نص كوباية من اللبن. هي بتعتمد في طريقتها على الزبادي. وهحط نص كوباية زيها من الزيت، زيت الذرة، عشان خاطر ما يبقاش ليه طعم ولا ريحة. طبعا احنا عارفين الحلويات بتتعمل بزيت ذرة. وهي عندي معلقة كبيرة من الخل، وزبداية ونص اللي هي بالظبط وزن 5 معالق كبار من الزبادي. يعني توزني 5 معالق كبار من الزبادي اللي هي معالق الطعام. انا حطيت بالظبط، طلعت زبداية ونص. ما تزوديش عن كده بالظبط عشان خاطر المقادير تطلع مناسبة معاكي. نبدأ بقى نضرب كده زي ما احنا اتفقنا خليط البيض مع الزيت واللبن والزبادي. نضرب كويس كده برضو، بسم الله ما شاء الله. هتبقى كده الخليط معاكي انسيابي والفوليوم بتاعه عالي اهو. نبدأ بقى دلوقتي نحضر المكونات الجافة. عندي كوباية واحدة من الدقيق، هنخلها اهو زي ما انتوا شايفين. ان احنا عارفين ان الدقيق في الشتا برضو بيبقى مخرص كده، فمش هينفع في الكيك بتاعنا. وحطيت عليها كوباية من السميد، مش بزود اي حاجة تاني. وحطيت بيكنج باودر اللي هو كيك شيف، المادة الرافعة بتاعتي. حطيت كيس كامل، هو معلقة كبيرة يعني كيس كامل. بدرت بقى عندي صينية بايركس كده زي ما انتوا شايفين، بقى حلو قوي في البايركس عشان انتي تسقيها شربات شكلها حلو قوي. دهنتها زبدة وبعد كده رحت بدرتها بالسميد مش بالدقيق. دلوقتي عملت الشربات بتاعي. شربات كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية. بالظبط المقادير دي مظبوطة جدا جدا. حطيت عليهم زي ما انتوا شايفين كده معلقة سمنة بلدي كبيرة بعد ما اتخلصت خالص. وعقد معايا يا دوبك هي بياخد معايا بالظبط بالظبط من 5 بالظبط ل7 الفكرة دقايق على على الثابت النار. وانا ما عملتها تسيبوش مرة اكتر مرة من بقت لي كده، طلعت لازم مسخة يبقى شوية خفيف مني شوية عشان خاطر جميلة، بس الكيكة طلعت تشرب. مسخة عايزة زي ما انتوا اشوفها. شايفين بصوا، بنحط الشربات اول ما بحطه بالكيكه بسم الله ما شاء الله بتشربه على طول. دي سر نجاح الرواني. اول ما تلاقي الكيكه بتاعتك كده فشه كده بسم الله ما شاء الله كده وهشه جدا والله بقيمة زي وبتشربه كده، المية. اعرفي ان كيكتك ناجحه مليون المية. بصوا بقى الكيكه نفخت معايا زي اللهم بارك. زوقيها بقى زي ما احنا عارفين طبعا بجوز الهند بقى، وانا حطيت كريز. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. تحفه وخطيره، وكل اللي دقها بقى يقول لي انت عاملاها ازاي وجمالها وطريقتها مفيش اسهل من كده. يعني هتنقذك لما يجيلك ضيوف، لما يجيلك حد بجد تحفه. هتدعولي متنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. بصوا بقى الطراوة والجمال، شايفين الحلاوة. في ناس برضو بتدهن على وشها كده مربى، بس احنا عايزينها خفيفة. بتبقى حلوة جدا، هتشرفك وكمان هتنفع في عزومات رمضان. متنسيناش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.